النهاردة هنعمل مع بعض جلاش بطريقة جديدة. هيطلع معاكي مقرمش جدا وطعمه جميل جدا وكريسبي، ومش هتحتاجي له اي مواد دهنية نهائي. شوفوا الصوت بتاعه عامل ازاي، انا سايبه المقطع ده مفتوح عشان اوريكم بس صوت القرمشة بتاعته عامل ازاي. حتى وانتي بتقطعيه هتسمعي صوت قرمشة. شايفين شكله؟ طعمه كان غاية من الجمال. بس اللي أول مرة يشوف قناتي ياريت يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ مع بعض الوصفة. أنا هنا كان معايا حوالي 300 جرام لحمة، نزلت بيهم في طاسة سخنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت كمان ببصلة مبشورة، بشر متوسط مش بشر ناعم. هنقلبهم مع بعض. انا هنا دايما بنزل اللحمه الاول اشوحها، وبعد كده انزل عليها بالبصله. البصله لما بتنزلي بعد كده على اللحمه بيها بتحسيها بتديها تسكيره كده، بتبقى طعمها حلو قوي، واللحمه بتكون مسكره معاكي وانتي بتاكليها. هنا خلاص كانت شوحت معايا. هبتدي بقى احط لها البهار، فلفل اسمر وملح، واستخدمت هنا ال11 بهار، بتدي طعم حلو قوي للكفت. تمام كده. هبتدي اقلبها دقيقتين 3 على النار، مش كتير، وبعد كده هطفي عليها واسيبها تبرد حوالي 10 دقايق. كده هي خلاص كانت جهزت معايا، وهقفل عليها خلاص، وهسيبها تبرد حوالي زي ما اتفقنا 10 دقايق. معايا هنا بقى كيس جلاش، اي كيس جلاش موجود عندك، اي نوع بتستعمليه. هنفتحه كده، طبعا هنغطيه عشان ما ينشفش مننا. وهنا جبت ورقتين، طبقتين بس من الجلاش، وفردتهم، مش هدهنهم ولا هورقهم ولا اي حاجه خالص. وهبتدي افرد اللحمه في النص بالشكل ده كده. وزعي اللحمه زي ما انت عايزه. انت ممكن تضيفي على اللحمه فلفل، بس انا بصراحه حبيت اعملها لحمه بس. نزلت كمان بجبنه موتزاريلا، وهبتدي اقفل من الجناب زي ما انتوا شايفين كده. هي على فكره الورقه مقطوعه، بس مش هتعمل اي حاجه ولا اي مشكله معاكي خالص في قلب اللف. هتتلم وهتبقى زي الفل معانا. زي ما انتوا شايفين كده لفتها رول بالشكل ده كده. كنت حاسه بصراحه ان الورقه الاولانيه دي كانت كبيره قوي، حجمها كان كبير، فانا قسمت الورقه على نصين وابتديت اعملها بنفس الطريقه. نزلت باللحمه في النص ومعاها الجبنه الموتزاريلا، وقفلت من الجنبين عشان مفيش اي حشوه تطلع مننا بره، وابتديت الفها زي ما انتوا شايفين كده برضو. حجمها بقى افضل واصغر طبعا، وشكلها بقت اشيك، ولو في اطفال هتبقى بالنسبه لهم مناسبه اكتر من الحجم الكبير اللي انا عملته في الاول. هعمل واحده تانية كمان معاكم بنفس الطريقة. أهم شيء مفيش حشو يطلع من الجناب والدنيا تبوظ مننا واحنا بنسويه. تمام. هو كان سهل جدا وما بياخدش منك وقت، وسريع بشكل غير طبيعي معاكي. كده خلاص انا خلصت الكمية اللي كانت موجودة معايا، ودي الكمية كلها اللي انا عملتها. تمام. هنشوف بقى احنا هنبتدي نعمل فيه ايه. معايا هنا طبق فيه معلقتين دقيق كريسبي فيجيتار، وطبق تاني فيه بيضة. هنزل على الطبق اللي فيه بيضة بمعلقتين مية، لو موجود عندك لبن هيبقى افضل طبعا. انا نزلت بالبهار ملح وفلفل اسمر بس. تمام. وهنقلبهم مع بعض. فايدة المية او اللبن ان انتي الزلال بتاع البيض بيندمج بسرعة مع الصفار. دي فايدة اللبن او البيض. ونزلت هنا بالجلاش. طبعا هنا هقلب الاول المكونات كلها مع بعض. ممكن تعملي دقيق وبقسماط، بس ممكن تعملي كريسبي بس اللي يريحك، بس انا حبيت اعمل الكوكتيل ده، كان طعمه حلو بصراحة. هنزل بالجلاش بالشكل ده في قلب البيض، وهبتدي ان انا اغلفه بالكفر اللي احنا عملناه مع بعض ده. انا هنا استعملت ايدي بقى عشان احاول ان انا اغلفه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. جينا بقى هنا لمرحلة التسوية. معايا هنا طاسة فيها زيت.
الزيت على درجة حرارة متوسطة مش عالية، والسوا بيكون على درجة حرارة متوسطة عشان الجلاش ما يتحرقش مننا من بره ويبقى طري وني ولسه من جوه. هنا خلاص خد لون، ابتديت اقلبه على الوش التاني وخد برضو لون، وهبتدي اطلعه بالشكل ده. طبعا انت ما بتصفيهوش على اي ورقة، انت او ورقة زبدة او حاجة، انت بتحطيه على شبكة عشان ما يطرش مننا. بقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كان طعمه تحفة والله العظيم، وقرمشته كانت فظيعة، وصوت القرمشة فيه كان عالي جدا. وزي ما انتوا شايفين شكله كده. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.